السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم مع وصفة فاتي راح نحضروا مع بعض سابلي بلا نوى كوكو. نخليكم مع طريقة التحضير. راح نحتاجوا 250 غرام زبدة، نضيفوا لها كاس سكر ناعم ما يعادل 120 غرام، رشة ملح، فانيليا ما يعادل ملعقة صغيرة، ونخلط الكل. راح نضيف بيضة كاملة مع صفار بيضتين، ونخلط الكل. نضيف كأس من مايزينا، ونضيف الفارينة بالتدريج مع نصف خميرة الحلويات ما يعادل 5 غرام، ونجمع الخليط حتى نتحصل على هذه العجينة. نفتح العجينة بالوراق، نقطع العجينة بقالب الحلوى. أنا خيرت هذا القالب بأي شكل تبغيوه انتم. ثم ندخلها الفرن. في وعاء نحتاج 150 غرام جوز الهند ما يعادل غرفية، و250 غرام من المكسرات. أنا استعملت القوقعة والفول السوداني، و120 غرام حلوى الترك. ونجمع الكل بنسلي حليب محلى حتى نتحصل على هذا القوام. نفتح الخليط بسمك نصف سنتيمتر، ثم نقطع الخليط بنفس الطابع الأول. نضع الخليط أو الحشو على الحلوى ونضغط قليلا مثل ما هو موضح بالفيديو. هنا راح نقلاسي الحلوى نتاعنا بشوكولا بيضاء. استعملت 250 غرام شوكولا، ضفت لها ملعقتين كبيرتين من الزيت وذوبتها، ونقلاسيو الحلوى نتاعنا بهذا الشكل. بالنسبة للتزيين يبقى اختياري. أنا هنايا زينت الحلوى نتاعي بخليط من المكسرات،
حصلت حوالي 39 قطعة بهذه المقادير. شهية طيبة، وسنلتقي بفيديو آخر إن شاء الله. سلام.